زي كلنا ولاد سيدنا آدم، وفي نفس الوقت اللغة والشكل والدين كمان مختلف. هنبدأ بقى بحاجة حاجة. أول حاجة هي الشكل ازاي مختلف دي أولا. احنا لما جينا انت عندك اهو مثلا باباك ومامتك بعد كده مثلا خلفوا بتاع، فانتوا تبقى في ولاد خالة بقى وبعد كده ولاد عمة بتاع. هتلاقي ولادكم بعد كده ممكن أحفادكم أقصد بعد كده يمكن ما يعرفوش بعض أصلا، أو أحفادكم 100% هيكونوا مش عارفين بعض. وده بيتنقل هنا وده بيتنقل هنا، وده ممكن يتنقل محافظة تانية وده ممكن يتنقل قرية تانية وده ممكن يتنقل بلد تانية خالص. فنفس الكلام في زمان برضو، شوف بقى على مدار آلاف السنين. فبالتالي هو احنا بنتفرق. ففي بقى اللي هيجي مثلا أماكن زي في أفريقيا والحتت دي هتلاقي الشمس فيها عالية، فمع الوقت انت مثلا لما بتقف في الشمس شوية انت بترجع اسود. فاللي هو مع الوقت وآلاف السنين، الكلام ده ممكن ياخد أكتر من 1000 سنة، هتلاقي ومع الجينات الكلام ده كله هتلاقي الناس اللي هناك بقت في الحتة ديت بقوا سود بسبب عامل الجو وعوامل تانية كتير والرطوبة والكلام ده كله. نفس الكلام في الصينيين، هتلاقي عينيهم ضيقة شوية عشان الجو هناك ساقع بدرجة معينة بتخلي العين تبقى قافلة شوية كده عشان تحميهم أكتر من السقعة. ده غير إن جيناتنا كلها قابلة للتغيير، حتى لما ممكن تلاقي اتنين مخلفين ابنهم لازم يكون مختلف عنهم. بيكون في شبه بس لازم يكون مختلف. وفي اللي بيكون لون شعره كذا واللي لون شعرها كذا يخلفوا لون شعر تاني مختلف خالص. ده غير اصلا ان احنا مشتركين في 99% من الجينات، يعني كل الاختلاف اللي ما بيننا دوت اختلاف اقل من 1% كمان. كده جينا لحكاية الشكل بسبب العوامل المناخية والعوامل الوراثية والكلام ده كله بتختلف على مدار آلاف السنين دي كلها. بالنسبة بقى للدين، ازاي الدين بيبقى مختلف وكده، فانت عندك في العيلة نفسها ممكن تلاقي حد ابوه وامه كويسين جدا وجدوده وجدود جدوده، بس هو مثلا ما بيصليش، وفي اللي تلاقيه كان مسلم اساسا والحد. فكمان الكلام ده مع زمان بقى والجهل زمان اكتر شوية والاختلافات دي كلها، والله اعلم في عوامل كتير جدا احنا يمكن ما نعرفهاش. فمع الحاجات ديت وإبليس ذات نفسه شاف ربنا سبحانه وتعالى، رغم كده تحدى ربنا رغم إنه عارف إن ده غلط 100%. ساعتها حد بقى ممكن تلاقيه بقى من اللي كفر دول راح خد نفسه وعاش بقى في قبيلة تانية وعمل قبيلة وأسرة وناس تانيين خالص، وهكذا. وجه رسل كتير جدا على مدار السنين. الحاجة التالتة وهي فرق اللغة، اختلاف اللغة. ازاي بقى حصل اختلاف اللغة؟ نفس الكلام، احنا لما بنتفرق والكلام ده كله، انت عندك في مصر هنا كل محافظة ليها لهجة مختلفة وكل دولة عربية ليها لهجة مختلفة عن التانية. فما بالك بقى لما تكون في قبيلة تانية خالص، والله أعلم ساعتها محدش فيش إجماع قوي لغة سيدنا آدم عليه السلام كانت إيه. بس المجمل يعني كان إنها اللغة العربية. فبالتالي إحنا كنا بنحاول بعد كده لما بتبعد الإنسان بطبعه أساسا بينسى وطبعه بيتلخبط وطبعه بيحب يغير الحاجات. فهتلاقي في تغييرات، هتلاقي كل ناس بقى بقت مثلا تحاول الأول يتواصلوا مع بعض. اللغة دي ليها تاريخ تاني لوحدها أصلا، بس هحاول اختصرها كده بسرعة من غير ما ادخل في التفاصيل، وكل اللي انا بقوله دوت من غير ما ادخل في التفاصيل. يعني عندك اهو مثلا في اللغة انا شفت تفاحة، سمعت قبل كده حد قال مش عارف ايه، فهتلاقي في كلمة شبهها. فاهم الفكرة؟ هتلاقي ناس تانية قالوا عليها حاجة تالتة خالص فبقوا يسموها في اللغة دي كده. يعني كل لغة اساسا بتتطور كتير جدا على مدار السنين، زي اللغة الصينية مثلا اتطورت كتير جدا على مدار سنين قليلة كمان. نفس الكلام احنا هنا في مصر كانت في لغة فرعونية، يعني بقى اللي هو اللغة الهيروغليفية، وفي لغة هيروقراطية وحاجات تانية كتير. فاللغة بتتغير عامة. وهتلاقي برضو الناس واخدين اللغة من بعض شبه بعض شوية. يعني هتلاقي مثلا اللغة الألمانية والفرنسية والإنجليزي أسباني، وخصوصا الأسباني والبرتغالي والإيطالي، هتلاقي التلاتة دول شبه بعض جدا وواخدين من الإنجليزي وواخدين من الفرنساوي. فاهم الفكرة؟ فده مثلا شاف قال عليها مثلا كذا، هتلاقي ده كمان بيقول عليها حاجة، كلمة مختلفة شوية بس شبهها. زي كلمة احنا برضو خدنا مثلا من الانجليز كلمة هلو ديت بنقول الو. بس انا حاولت افيدكم على قد ما اقدر والخص الموضوع من غير ما ادخل قوي في تفاصيل. اتمنى اكون افدتكم. ما تنساش اللايك، ولو عندك اي سؤال او اي حاجة انا قلتها غلط او في اي حاجة عندك او فكرة الحلقة الجاية عامة، اكتبها في الكومنتات. واشوفكم على خير، والسلام.